سلام البنات، واش راكم؟ لاباس الحمد لله. اليوم ندير لكم طريقة تشكيل الكفتة مع وصفة عجينة اللوز، وصفة سهلة وبسيطة. تبعوا برك معايا الفيديو. كما راكم تشوفوا هنا راني نغربل في اللوز. هذه غبرة اللوز شريته مرحي، بصح زدت غربلته راني خرجت منه شويه الخشين. هنايا درت 500 غرام، بصح كي غربلته ولا عندي 400 غرام تاع غبرة اللوز. زدت لهم 250 غرام سكر جلاس، سكر جلاس، 250 غرام سكر جلاس. زدت لهم تانيك 200 غرام فوندون، هذا اللي كنت تشوفوا فيه فوندون، ذوبته شويه في ميكرووند وزدته لعجينه اللوز. هاد الوصفه تاع عجينه اللوز تقعد لكم طريه كيما الفوندون. شفتوا الفوندون ما يبش كامل، هاد العجينه تاع اللوز ما تيبش كامل معاكم. هنا نطمها بالماء، تحبوا بالماء تحبوا ما زهر، نتوما والذوق اللي حبيتوه. نطموها بالماء. انا هنا ما درتش الزبده، الفوندون هو يخدم خدمته. نعجنوها. كما راكم تشوفوا هنايا عجينه طريه، درتها عجينه طريه تتلاصق في اليد. ديروها عجينه طريه تتلاصق في اليد، ما ديروهاش ناشفه وما ديروهاش جاريه. هنا نبيتها، خليها تريح. لازم دائما عجينه اللوز نخليوها تريح، وسوا تبيتوها وسوا تخليوها من 3 سوايع وطلع. هاد المقادير خدمت لي 11 حبه تومه و10 حبات كفته. هنايا راني لونت عجينه الكفته، لونتها باللون الباج كيما الزبونه، كيما طلب الزبونه هي حبت هذا اللون. درت شويه بني وشويه ابيض، خلطتهم شويه ما زهر ولونت بهم هاد العجينه. هنا الحشو كما كنت تشوفوا، الحشو دائما جينواز مع جينواز مع مكسرات مع كريمه الزبده. هذه هي هذا هو الحشو. زدت درت لكم تشوفوا في لونه تاعو جاي شويه غامق، زدت درت له عطر الجوز، لونه جا شويه غامق. عجينه اللوز هنايا وزنتها 350 والحشو 300. هادو خرجوا لي 10 حبات تاع كفته. هادو خرجوا لي 10 حبات تاع كفته. هذا الملمع درته من الفوق. دوك نقسمها، دوك تشوفوا باللي تخرج 10 حبات، 10 حبات سوا سوا. هاو المول اللي قسمت به. يسمى هاد المقدار اللي بديته لكم يخرج 10 حبات كفته. هنا نقسمها ونكمل نسويها مليح. يسمى هنا شوفوا المقادير اللي قلت لكم عليها تاع 400 غرام تاع اللوز مع 250 غرام سكر جلاس، خرج لي 10 حبات كفته و11 حبه تومه. هذه طلبيه تاع زبونه، طلبيه صغيره ماشي كبيره. هنا راني نسوي في الحبات دياولي. ومن بعدك قلت لكم قسمت هذيك عجينه اللوز، قسمتها درت 350 غرام تاع عجينه اللوز. هذه 350 غرام تاع عجينه اللوز خرجت لي هاد العشر حبات تاع الكفته اللي كنت تشوفوا فيهم، والباقي خدمت به الثومه، خدمت به 11 حبه تاع الثومه. راني نسوي فيهم كما راكم تشوفوا.
هنا يعني حطيتهم في الكيسات، درتهم في هذاك النابخون، درتهم في الكيسات. دوك مازال لي تشكيل تاع الوردة. دوك تشوفوا معايا التشكيل تاع الوردة اللي درتها فوق هاد الكفتة هذه. شوفوا كيفاش جات شابة حبة الكفتة. شتو من الداخل جات عجينة اللوز الله يبارك. هاي ليك ها المول اللي خدمت به. هنا خدمت به الوردة هذه. هاي لكم الوردة. دوك نقرب لكم تشوفوها مليح. لصقتها بالغراء الغذائي. هاي لك كيما كتشوفوا. دوك نزيد نخدم معاكم واحدة اخرى تشوفوها مليح. نقرب، اني قربت شويه الكاميرا. هنا خدمتهم تمتم، خدمتهم لصقتهم، ما خليتهمش ينشفوا باسكو تقدروا تحطوهم ديريكت فوق الكفته، ما لازمش تخليهم ينشفوا بعدك تحطوهم. هاي الورده راني قربتها. هنا حندير لها عقاشه داخل القلب ديالها للتزيين فقط. هاي لك عقاشه. شوفوا هاي نبينتها لكم درك اما ما يتبان. عقاشه ذهبيه. هاي هنايا خير تبان. هاني لصقتها شوفوها جات شابه فوق الكفته. هاني كملتها طلبيه صغيره، قلت لنا نخدمها معاكم، وعطيتكم مقادير مضبوطه لهذه الطلبيه ل10 حبات كفته. ان شاء الله تعجبكم الوصفه. ابونيو في القناه، ما تنسوش لي لايك ولي كومونتير.